ايه رأيك في كورس النيو ميديا اللي اخدتيه هنا في القاهرة في معهد الإذاعة والتلفزيون التابع لماسبيرو؟ هو الحقيقة طبعا الكورس بيفتح آفاق جديدة، بيودينا في حتة تانية غير الكلاسيك ميديا اللي احنا بنشتغلها. الكورس ده بالنسبة لي يعتبر طوق نجاة في توقيت التلفزيون المصري فيه بينهار مهنيا. فالحقيقة أنا من السعداء جدا بوجود مثل هذا الكورس عشان أقدر أدرب كوادر جديدة تقدر تتعامل مع النيو ميديا اللي موجودة، تقدر تتعامل مع المواقع الإلكترونية، تقدر تنافس المحطات الأخرى. فادني أنا شخصيا، لكن في شغلي في التلفزيون أنا مش عارفة. الكورس استفدت منه استفادة كاملة جدا. إزاي إني فرد واحد بس يبقى مصور ومخرج ومونتير، وإزاي أعمل قناة، إزاي أرفع الحاجات على اليوتيوب، إزاي أربح ماديا من على اليوتيوب، برضه تبقى وسيلة دخل إضافية. ازاي اني استفاد بكل صغيره وكبيره من خلال النت. وطبعا دي كان شيء رائع جدا جدا جدا، ومن خلاله انا بدعو ان حضرتك تبدا توسع لنا المجال في عن النت بالتحديد، ونبدا نستعين بالمتخصصين اكثر في المواقع الاساسيه اللي هي الافراد في جوجل، الافراد في اليوتيوب، العاملين الرئيسيين اللي هم اللي ماسكين الميديا عندهم هناك. عايزين نعرف حاجات كتير جدا عن المجال الرهيب ده. استفدت في الكورس النيو ميديا ده فكره الميديا الجديده، فعلا كنا محتاجين ان احنا يعني هي معروفه بداياتها، لكن الحقيقه استاذ محمد رجب يعني غصنا معاه في تفاصيل اكتر، سواء على مستوى المونتاج او التصوير او فكره الوان مان كرو. كويس، بس مدته مضغوطه جدا، احنا عايزين مده تكبر اكتر من كده، بس استفدنا جامد يعني صراحه. في حاجات استفدنا هنطلعها على الهواء بعد كده كويسه جدا. مع الانترنت، وازاي تعمل ابلود، وازاي تعمل شانل، وازاي فعلا زي ما اتشرح لنا في الدوره، ازاي ممكن كمان يبقى ليك عائد من خلال شغلك الاساسي اللي هو صناعه الكونتنت.